يا ترى ليه بيتك ممكن يكون سبب في قلة الرزق؟ وليه بيوت بسيطة جدا بس ربنا مبارك فيها؟ وازاي الترتيب مش رفاهية، ده عبادة وإدارة حياة؟ الفيديو ده مش تنظير، ده كلام واقعي زائد خطوات لو عملتيها هتحسي بالفرق الكبير اللي هيغير حياتك. عايزين نعرف أولا يعني ايه بركة؟ البركة مش معناها فلوس كتير ولا بيت كبير ولا عفش غالي. البركة معناها إن القليل بيكفي والتعب يقل والمشاكل تهدى والرزق يجي في وقته والنفسية تبقى مستقرة، وبيتك هو أكتر مكان البركة بتبان فيه أو تختفي. طب يا ترى إيه العلاقة الخفية بين البيت والرزق؟ خلينا نسأل سؤال، انت بتدخلي بيتك مرتاحة ولا داخلة مش طايقة حد؟ البيت يا إما بيشحنك يا إما بيسحب طاقتك، والرزق محتاج نفسية مستقرة وعقل هادي وروح مطمئنة. والفوضى بتساوي تشتيت، والتشتيت بيساوي توتر، والتوتر بيساوي قرارات غلط، والقرارات الغلط يعني رزق متلخبط. طيب في إشارات بتظهر لك إن بيتك محتاج ترتيب علشان البركة والرزق. لو الحاجات دي موجودة عندك فركزي. رقم 1، دايما بتدوري على الحاجة ومش لاقياها. رقم 2، بتحس إن البيت تقيل. رقم 3، مشاكل بتتكرر على حاجات تافهة جدا. رقم 4، فلوس بتدخل وبتطلع من غير ما تحسي. 5، دايما متأخرة ومتوترة. رقم 6، إنك نفسك تقعدي بره البيت أكتر ما بتقعدي جواه. دي مش صدفة، دي رسالة. ومهم جدا ناخد بالنا إن ساعات بنكذب على نفسنا في حاجات عن الترتيب، زي مثلا لما أبقى فاضية هعمل كذا، لما أجيب عفش جديد هحس براحة أكتر، لما ظروفي تتحسن أنا كده كده مش منظمة. الحقيقة إن الترتيب ملوش وقت، والترتيب قرار، والتغيير بيبدأ من الحاجة القليلة اللي ربنا بيبارك فيها بعدين لما تهتمي بيها. مهم جدا نعرف مفهوم الترتيب الصح، مش اللي في السوشيال ميديا. الترتيب مش تنظيف زيادة ولا مجهود فوق طاقتك. الترتيب الصح هو ان كل حاجة يكون ليها مكان، وكل مكان ليه وظيفة، وانك تعرفي ان كل حاجة زيادة بتساوي عبء عليكي. البركة ما بتحبش التجديس، بتحب الوضوح. ودلوقتي تعالي أقولك على خطوات عملية حقيقية هتجيب نتيجة معاكي بسرعة. الخطوة الأولى إنك تتخلصي من أي حاجة زيادة، مش بكرة، النهاردة. اسألي نفسك، هل الحاجة دي أنا استخدمتها آخر 6 شهور ولا لأ؟ ليها وظيفة في بيتي ولا لأ؟ بتساعدني ولا بتضغطني؟ لو لأ يبقى تطلع فورا، لأن الحاجة اللي مش بتخدمك بتستنزفك. رقم 2، ترتيب الأماكن الحساسة للرزق. المطبخ الفوضى فيه بتساوي توتر يومي، خليه بسيط، قللي الأدوات، خليه نضيف دايما. المدخل بتاع البيت، ودي أول حاجة بتدي انطباع عن بيتك. شيل الكراكيب، خلي فيه نور وهدوء. غرفة النوم يعني راحتك، نوم كويس بيساوي إنتاجية عالية، عشان كده تبعدي عن الزحمة وتقللي الحاجات اللي على الأرض وتشيلي أي حاجة بتعمل فوضى وملهاش لازمة. الخطوة الثالثة، النظام، مش المثالية الزيادة عن اللزوم. مش مطلوب البيت يبقى مجلة ولا دايما فاضي علشان تحسي براحة فيه. المطلوب إنه يكون فيه نظام يناسبك انتي تمشي عليه من غير ضغط. النظام اللي بيضغطك بيديكي فوضى مقنعة إن انتي عاملة اللي عليكي، بس في نفس الوقت لسه فيه فوضى برضو. ومهم جدا إن كلنا في البيت نشارك بعض، مش هنطلب بزعيق أو بأوامر، لكن هنتفق وهنوزع حاجات بسيطة على بعض، وهنصبر على بعض شوية علشان نوصل لنتيجة ترضينا كلنا. البيت مسؤولية مشتركة، والبركة بتحب التعاون. طب يا ترى ايه علاقة الترتيب بالعبادة؟ ربنا جميل بيحب الجمال، والنظافة من الإيمان، بس كمان ترتيبك لبيتك بيساوي شكر على النعمة اللي ربنا كرمك بيها، وإهمالك بيساوي عدم تقدير ليها من غير ما تقصدي. لما تنظمي بيتك بنية الراحة والرضا ربنا بيبارك في القليل. طب تعالي أقولك ايه هي علامات البركة بعد الترتيب. رقم 1، هدوء وقرارات أوضح ومشاكل أقل وفلوس بتكفي وإحساس أحسن ونفسية أهدى. مش سحر، ده نظام زائد نية زائد شكر لنعمة ربنا علينا. طب انت عارفة ان الترتيب والنظام بيغير قراراتك وبيسهلك أمور حياتك كلها من غير ما تحسي؟ خلينا نكون صراحة مع بعض، القرارات الغلط مش دايما سببها انك مش فاهمة، اغلب الوقت بيبقى سببها انك مرهقة ومتشتتة، وعقلك عمره ما بياخد قرار صح وهو غرقان في الفوضى. الترتيب بيهدي دماغك قبل ما يهدي بيتك. لما بيتك يبقى مليان حاجات ملهاش لازمة ومفيش مكان واضح للحاجات اللي انت بتستخدميها، وكل حاجة محتاجة جهد وتفكير علشان تلاقيها، عقلك بيبقى في حالة طوارئ مستمرة، وده بيخليكي تشتري غلط وتصرفي أكتر وتأجلي قرارات مهمة
وتمشي ورا أسهل حل مش ورا أحسن حل. لكن لما البيت بيبقى واضح وبسيط ومنظم، العقل تلقائيا بيهدى وبيشوف الصورة كاملة وبياخد قرارات أهدى وأذكى في نفس الوقت. كمان النظام بيخليك تشوفي فلوسك بوضوح. الفوضى بتخبيلك الحاجات اللي عندك، والمصاريف ممكن تتكرر عليكي، والفلوس بتضيع من غير ما تعرفي في ايه. لكن النظام بيبينلك انت محتاجة ايه فعلا، بيمنع الشراء العشوائي، وكمان بيخليكي تحطي أولويات. مثال بسيط، لما تلاقي دولابك منظم بتبطلي تشتري لبس انت مش محتاجاه، وده في حد ذاته توفير كبير. لأن الترتيب هو أول خطوة في أي خطة مصاريف. ما ينفعش تحطي خطة وانت مش عارفة عندك ايه وما عندكيش ايه، ولا بتصرفي اللي انت هتصرفيه في ايه بالظبط. الترتيب بيكشف الهدر وبيساعدك تعملي ميزانية حقيقية، وبيخليكي تعرفي الفرق بين احتياجك ورغبتك. لأن كل حاجة المفروض يكون ليها مكان، وكل جنيه ليه وظيفة، وده أساس الخير والبركة والرزق. كمان الترتيب بيخلي التخطيط أسهل مش تقيل عليكي. مش كل واحدة بتحب التخطيط، بس كل واحدة محتاجة تعرف بكرة هي عايزة ايه، تصحى وهي فاهمة يومها هيمشي ازاي. لما البيت يكون منظم بتخططي للأكل بسهولة، وبتخططي لوقتك، وكمان بتوفري مجهود، والطاقة اللي بتتوفر دي بتتحول لرزق أو راحة أو إنتاج أو خطة عمل في مشروع أو أي حاجة تانية تساعدك. طب هل عمرك سألتي نفسك ليه بعد الترتيب بتحسي إن الأمور بتتسهل؟ دي نقطة ناس كتير بتستغربها. بعد الترتيب الحاجات بتظهر في وقتها، والفلوس بتكفي، والمشاكل بتهدى، والفرص بتبان. مش سحر ولا صدفة، ده لأن عقلك بقى منظم، وقراراتك بقت أهدى، وإحساسك بقى أنضف، ونيتك بقت شكر مش شكوى. لما بتنضفي بيتك ربنا بينضف لك الطريق اللي بتمشي عليه. حاجات بسيطة جدا وسريعة ممكن تطبقيها فورا. انك تخصصي درج معين للفلوس، للفواتير، للبطايق، للحاجات المهمة، وتكتبي انت محتاجة ايه خلال اليوم والاسبوع والشهر. وانك تعملي مكان واضح للحاجات المهمة اللي دايما بتدوري عليها ومش بتلاقيها. وانك تقللي البدايل، يعني مثلا لما تجيبي نوعين منظف كويسين احسن من 10. وانك تشتري على قد الاحتياج مش بهدف الشراء وانه يكون عندك وخلاص. البساطة بتساوي قرارات صح، والقرارات الصح هي اللي بتسهلك كل حاجة. لأن الترتيب مش بس بيغير شكلك، الترتيب بيغير تفكيرك وقراراتك ومصاريفك والطريقة اللي بتتعاملي بيها مع حياتك عموما. وعلشان كده أول خطوة لأي تغيير حقيقي بتبدأ من بيتك. الحياة بتبقى سهلة لما نسهلها على نفسنا. خلينا أقولك حقيقة ممكن تكون تقيلة شوية بس مريحة في نفس الوقت. الحياة مش صعبة بطبيعتها، احنا اللي أحيانا بنصعبها على نفسنا. ربنا قال وإن تصبك حسنة فمن الله، وإن تصبك سيئة فمن نفسك. الآية دي مش اتهام، الآية دي مسؤولية مريحة، لأنها بتقولك إنك عندك قدرة تغيري. أولا احنا سبب أساسي في كتير من اللي بيحصل لنا. مش كل حاجة بتبقى ذنبنا، بس كتير قوي منها نتيجة اختيارات أو إهمال أو تأجيل أو فوضى سايبينها تكبر. وأول مكان بيبان فيه كل ده هو البيت. البيت هو أول نظام وأول فوضى وأول قرار بتاخديه في يومك. لما بنعقد الحاجات البسيطة في يومنا الحياة كمان بتتعقد علينا. حاجات بسيطة بنهملها زي ركن مكركب، زي دولاب فيه فوضى، زي مطبخ متلخبط، زي أوراق مثلا ضايعة مننا. بنقول مش مهم دلوقتي، بعد شوية هنشوف. وشوية على شوية تلاقي الحاجات دي اتراكمت وسرقت منك وقتك واستهلكت طاقتك وبتعمل لك ضغط وانت مش بتبقي فاهمة سببه ايه. الحياة ما بتتعقدش فجأة، هي اتعقدت من إهمال بسيط بس بيتكرر كل يوم. ربنا بييسر وبيسهل على اللي بيسهل على نفسه. لما انت تنظمي وتشكري ربنا انت كده ماشية في طريق التيسير مش التعقيد. ربنا مش بيحب الضغط ولا الفوضى ولا المشقة اللي ملهاش أي لازمة. وأول خطوة لتسهيل الحياة البيت. مش مطلوب حياة مثالية ولا بيت كامل، المطلوب إنه بيتك يخدمك مش يستهلكك. لما البيت يبقى واضح وهادي ومنظم على قدك الحياة بره بتبدأ تمشي بسلاسة أكتر. لما ترتبي بيتك بترتبي يومك وبترتبي أولوياتك وبترتبي دماغك، فبتلاقي نفسك وبتقولي لأ في مكانها. ولما بتأجلي بطريقة أقل وبتختاري صح وبتتعاملي بهدوء. السهولة في حياتك هتبقى عادة مش صدفة. ومهم جدا انك توقفي على اللعب دور الضحية، مش قسوة ولا جلد ذات لكن وعي. طول ما احنا شايفين نفسنا ضحية الظروف وضحية الناس وضحية الحياة هنفضل مستنيين الحل من بره. لكن اول ما نعرف انه في حاجات كتير في ايدينا نقدر نغيرها هنسترد قوتنا بسرعة، وهنبدأ نغير حياتنا لأفضل ما يكون ونكون أفضل نسخة من نفسنا. الحياة مش امتحان تعذيب ولا سباق تعب، الحياة بتبقى سهلة لما بنسهلها على نفسنا. وأول خطوة للتسهيل هي بيت بسيط منظم يخدمك، ومن هنا ربنا يفتح لك وييسر لك ويبارك لك.
كده احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. ما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة عشان توصلكوا باقي الفيديوهات الجديدة. أستودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.